أخوات الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله في برنامجكم الأسبوعي الحصاد السياسي. كما ضربت لكم موعدا في الأسبوع الماضي وتحدثنا عن أحد التيمات الأساسية المرتبطة بالشأن العام السياسي. اليوم غنختاروا إن شاء الله واحد التيمة المرتبطة بالمناسبة والشرط. خرج علينا الرئيس كعادته عبد المجيد تبون بعض التصريحات لجريدة لوموند، وأكد على مجموعة ديال المغالطات اللي غادي نشرحوها في اطار الاحترام لشخص رؤساء الدول وللمؤسسات، لان احنا كشعب مغربي معروف علينا على اننا كنتناقشوا بصوت هادئ ولكن كنقدموا الدلائل. كيقول السي عبد المجيد تبون بعض التوجهات اللي ما فهمناهاش في هذه الظرفيه بالذات، يطبع ولا ما يطبعش هذاك الشيء شغالته، ما ندخلوش في التطبيع لانه سابقا كان كيقول على انه ماشي مع التطبيع، اليوم بقدرته قادر، ولا كيتحدث على انه ما عندوش مشكل مع التطبيع. هذاك الشيء كيهم البلاد ديالو، ولكن ذكر المغرب. ملي كيذكر هو المغرب خصنا كذلك احنا نتفاعلوا، لانه كيقدم بعض الشروحات اللي كتهمه غير هو وكذلك المؤسسه العسكريه اللي هو تابع لها. وقال على ان المغرب دوله توسعيه. هذه واحد الاتهام خطير جدا، وما يمكنناش نقبلوه وندوزوه مرور الكرام او مرور اللئام، ولكن غادي نناقشوه بكل اريحيه وبكل وضوح. بالتالي فنذكروا السيد الرئيس المحترم على ان المغرب عنده حدود، وعلى ان المغرب عنده سياده، وعلى ان المغرب عنده اراضي ديالو، وعلى ان المغرب يحترم الشرعيه الدوليه، وان المغرب لا يتوسع. هذه باش نكونوا واضحين، لا يتوسع وليست له اي اطماع توسعيه، لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق وفي الغرب. المغرب دولة صاحبة حق، باش ما يبقاش الأخ الرئيس والسيد الرئيس المحترم، لأن علاش نقولوا الأخ والسيد الرئيس راه مسلم بحالنا بحاله، الله يهديه من هذا الباب. ولكن هذه المغالطة ما يمكنش أننا ندوزوها بطبيعة الحال بكل أريحية، وكان لابد أننا نتفاعلوا معه، لأن إذا كان كيقصد الرئيس حرب الرمال هو كيعرف شنو هو الواقع ديال حرب الرمال، ولماذا قامت حرب الرمال، وكيفاش المغرب على أنه كان له دور فاعل في هذا التوجه حتى في فرملة حرب الرمال، باش ما نكونوش نغالطوا الرأي العام الإقليمي وكذلك القاري والدولي، نبقاو نقولوا له حوايج اللي ما كاينينش. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية اللي كيهضر فيها السي تبون على المبادرة كيهضر على دول البحر الأبيض المتوسط. ما عندنا مشكلة السي تبون، سير البحر الأبيض المتوسط، سيدنا الله ينصرو قال لك سيدي بغيت تجي الأطلسي مرحبا بك، ولكن في احترام، ما بغيتيش على خاطرك. الدول المتوسطية سي تبون كتعرفك مزيان. بالتالي باش ما نبقاوش نقولوا شي حويجات اللي فيها ما فيها، وفيها واحد المسؤوليه اللي هي ثابته في حق العسكر الجزائري، على انهم كيعرقلوا التنميه وكيعرقلوا كذلك مسار السلم وكذلك الامن على مستوى المنطقه، وعلى انهم يحتضنون واحد مع الاسف حاضنه ارهابيا انفصاليه. والتاريخ راه كيعرف شكون اللي انشا جبهه البوليزاريو وشكون اللي احتضنها بعد من انشا بطبيعه الحال جبهه البوليزاريو. اذكر امواتكم بخير. ما غاديش نخوضوا في هذا الشيء لان التاريخ ينضح بما فيه، وكنعرفوا شكون اللي نشا البوليزاريو وشكون اللي خدا المشعل البوليزاريو وشكون اللي كان كيبيع السلاح، وكان كذلك يروج مجموعه من الاليات المحظوره دوليا على مستوى اراضيه، وكان كيشتغل مع ذاك النظام، الله يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. كذلك واحد المساله اخرى كنذكروا فيها في هذا الباب، على انه كيتحدث على العلاقه مع الشعب المغربي. حتى حنا ما عندنا معك حتى مشكل السي تبون، ولكن المشكل الاساسي عندك مع شي حوايج كتدخل فيهم الشؤون الداخليه ديال الدول، اللي هي قضيه الصحراء المغربيه. راه ما عندناش مشكل مع الشعب الجزائري، بلا ما نبقاو نركبوا على الموجه ونبقاو نغالطوا الراي العام، لانه باش تيجي يقول لك الشعب المغربي غيكون الايام القادمه جميله. حنا بغينا نكون الايام القادمه جميله معكم، علاش لا؟ الى سي تبون هزيتي يديك وما بقيتش تدخل فيما لا يعنيك، مرحبا بك. حنا مع وراء جلاله الملك، حنا كذلك كنقولوا الحقيقه دائما، ولاننا ما كندخلوش الشؤون الداخليه. وشوف الخريطه الجغرافيه دائما نذكرك بها على انها قبيليه.
قبائلية، وما أدراك ما خريطة جغرافية جزائرية قبائلية. وراه خصك تنتبه لهذا الأمر، وعلى أن ما يحدث في منطقة القبائل راه ماشي هو نفس الشيء اللي كتحدث عليه في الصحراء المغربية أو جغرافيا الصحراء الغربية، لأن هي جغرافيا غربية ولكن هي مغربية تحت السيادة المغربية، باش تكونوا واضحين. السي تبون في هذه الآونة الأخيرة كيطبع، من حقه أنه يطبع، ما تنقولش تطبع مع إسرائيل، لأنه كان يحدث الناس بالطب شحال هذا على اتفاق أبراهام، واليوم اتفاق ابراهام بقدره قادر ولا سي تبون لا يمانع. شغل لك هذاك الله يسهل عليك. حنا لا نتوارى وراء الستار، ولكن حنايا كنديروا علاقات استراتيجيه مع مجموعه من الدول من اجل خدمه مجموعه من القضايا، وعلى راسها القضيه الفلسطينيه. زايد ولا ما تزايدش الدور المغربي في القضيه الفلسطينيه واضح. وكذلك اللي قلت يا سي تبون نرجعك للوراء، على انك ما عندك علاقه بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربيه او الغربيه جغرافيا. انا كنقول الصحراء الغربيه جغرافيا ولكنها مغربيه تحت السياده المغربيه، على انك كنت كتقول ما عندك علاقه، واليوم كتقول على انك غتمشي في اقصى توجهين من اجل نبذي الاستعمار ما بقاش السي تبون، الاستعمار ما كاينش. وكذلك هذيك اللجنه الرابعه انت اللي كتشدق بها ديال تصفيه الاستعمار، راه غتخرج منها القضيه الوطنيه الاولى، اعتبر التقدم اللي حرزته القضيه الوطنيه الاولى. ونحيلك على مجموعه ديال قرارات مجلس الامن 25 48، كنهضروا على 27 56 وغيرها من القرارات اللي كتأكد على حجية ومشروعية الحكم الذاتي اللي اقترحوا سيدنا الله ينصرو، واقترحته على أساس ذلك المؤسسات المغربية على رسل جلالة الملك محمد السادس الله يحفظه وينصرو. وكذلك لقى واحد الصيت اللي هو إيجابي على مستوى الجمعية العامة وعلى مستوى مجلس الأمن وعلى مستوى الأمم المتحدة، وحتى اللجنة الرابعة سقطوا فيها سي تبو، لأنه هذا الامر قد خرج على النطاق اللي كنتوا راسمينه شحال هذا، وعلى الاموال مع الاسف اللي كنتي ومازال كتغدقوها من اموال ومقدرات الشعب الجزائري الشقيق اللي كنحبوه، ما عندنا حتى مشكل معاه، وما ندخلوش ليه في الشؤون الداخليه. راه ما كنجبدوا لك لا حراك، وما كنجبدوش لك، ما نجبدلكش هادشي اللي كديروا في تندوف، لانه هذه الواقعه الاخيره ديال تندوف مع الاسف راه قمتم بالتنكيل وقمتم بالاعتداء الوحشي الجسدي على ساكنة المخيمات العربي تندوف، وكتسرقوا المساعدات بشهادة أنطونيو غوتيريس، وعندكم وضع مزري ووقف عليه المبعوث الشخصي الأمين العام العام للأمم المتحدة بطبيعة الحال، اللي جا وشاف داك الشيء، لأنه هو مسؤول، لأن من رأى بعينيه فهو مسؤول. وبالتالي تنقول لكم على أنه اللي كيتحدث على الانفصال والإرهاب راه عنده في بلاده، راه عندك في بلادك السي تبون. داكشي هو الاشكاليه العريضه، وتنقولها لك بصوت مرتفع وكاكاديمي وكمغربي قح، نكونوا واضحين. حنا مغاربه تنموتوا على بلادنا وراء جلاله الملك، وغنبقاو كذلك باش ما نسبوك، ما نعيروك، كنقول لك الحقيقه اللي خصك تعرفها، على انك ما خصكش تبقى تتوارى وراء الستار. والا بغيتي تصالح، انا شفت واحد شويه الايجابيه في الخطاب ديالك، باش ما نخفيكش سرا، مرحبا بك. رجالة الملك دائما يقولها، سياسة اليد الممدودة، الباب مفتوح، ولكن على أساس أنك تديها في راسك وتدخل سوق راسك وتبعد من القضايا اللي ما كتهمكش، القضايا الحصرية اللي هي بيد الأمم المتحدة. لأن حتى الخطاب اللي قلتي في لوموند فيه واحد شوية ديال سكيزوفرينيا الخطاب السياسي، لأن سكيزوفرينيا الخطاب السياسي أنت معه وضده ما يمكنش، أو سياسة الكيل بمكيالين لا يمكن. حتى المنظومه الدوليه سي تبون ما بقاش تقبل هذيك سياسات الكيل بمكيالين، اما معايا ولا ضدي، باش نكونوا واضحين. حتى التمثلات الجديده ديال النظام العالمي الجديد ولات تتحدث على الثقه، وكتتحدث على الصراحه، وتتحدث كذلك على جنين المنافع. راه دابا شوف ترامب الرئيس الامريكي يتحدث على داك الشيء اللي باغي هو، تيقول لك انا ها شنو بغيت منك انت، بغيتي تتعامل معايا ها الحصيله وها الخير اللي غادي نجني من موراك وها الخير اللي غادي تجني من موراي. هذه واحد الميزانه، واحد الميزان بحال كنا كنعبروا واحد نقولوا ماشي سلعه، لان حتى البنيه الدوليه قائمه على الربح المشترك. اش غتربح مني واش غنربح من موراك؟ لانه انت تحدثت على انك غتمشي مع جبال فيصلي، لان انت كترعى فوق بلا الارض ديال بلادك، وباش ما نتحدثش معك على الحدود وترسيم الحدود ورجعوا للوثائق الرسميه اللي كتعرفها الجمهوريه الفرنسيه مزيان،
وكيعرفها، تعرف المملكه المغربيه مزيان وكتعرفها كذلك انت مزيان. ولكن باش تجبد واحد الدول الجوار، كتجبد موريتانيا، ضلال ما بعده ضلال. انت غير شفتي على انه جلاله الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وايده والله يحفظه لينا، على انه استقبل الرئيس الموريتاني اللي جاء في زياره خاصه للمملكه المغربيه، مرحبا به ومرحبا بجميع المرحبين كذلك بجميع اخواننا الموريتانيين وقت ما شاءوا، هذه بلادهم الثانيه. وبديتي كتنوعر هذاك التنوعير اللي شويه صيفطتي المؤسسه العسكريه او هما مشاو، لانك انت ما كتحكمش في المؤسسه العسكريه، انت محكوم بالمؤسسه العسكريه. هذه اولا، لان كل شيء واضح، حنا ما تنقولوش الاشياء المغلوطه وما كنضربوش فيك، لانك انت رئيس عينك الجهاز العسكري في ولايه ثانيه، وراه عندك ما يؤكد ذلك وسط الشارع الجزائري اللي ما راضيش عليك وما باغيكش. هذه اولا. ثم ثانيا بانك كتمشي كتحدث على تونس والعلاقه ديالك مع تونس، الله يبارك، ما عندنا مشكل. الاخوان التونسيين حتى هما اخوان عزازين علينا وكنحبوهم، والتاريخ التونسي سير شوف شارع محمد الخامس وشوف الزياره اللي دار سيدنا الله ينصرو، عز الوعكه الارهابيه اللي صابت اخواننا التونسيين. وشوف المنصف المرزوقي والرئيس المحنك اش كان تيقول واش باقي تيقول على البنية المغاربية وعلى الدور مع الأسف المفلس القيادة العسكرية الجزائرية اللي انت كتشكل جزء لا يتجزأ منها في تخريب وفرملة جماح المغرب العربي، اللي مع الأسف منذ 94 و900 من بعد الألف في إشكالات عريضة اللي نتوما أولا أسباب فيها، وانتوما كذلك. وما نجبدش الاغتيالات، ما نجبدش بوضياف، وما نجبدش بزاف ديال الحويجات اللي نتوما عارفينهم اكثر منا، لان داك الشان داخلي، ان السلم كان ستكون له قائمه، ولكن انتوما جريتوا البساط من تحت ارجل من كانوا يريدون السلام من الاخوه وكذلك القامات والقاده الجزائريين رحمهم الله. ما ننساش كذلك نذكرك بواحد الكلمه قلتيها وخصك يمكن تراجع فيها عقلك تراجع الحسابات ديك باش تعرف شكون هي المؤسسه العسكريه المغربيه، وراك انت تعرف حرب الرمال خير ودليل. وكذلك قبل ذلك الحركه الوطنيه الباسله المغربيه اللي شاركت الى جانب الحركه الوطنيه الجزائريه الباسله، وحررنا معكم الحمد لله بدماء اجدادنا وكذلك بقواتنا الباسله، وبامر من سلطاننا وسلاطيننا وملوكنا حررنا معكم البلاد اللي كنعتبروها بلدنا الثاني اللي هي الجزائر. نهضروا على الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي انذاك. انت تودد لهذا او ذاك، شغلتك هذوك، بغيتي تمشي في السياق مع الرئيس ترامب، شغلتك هذاك ان تخطب ود الاداره الامريكيه الجديده، لا ضير، الله يسهل عليك. بغيتي تخطب الود ديال الرئيس ماكرون، الله يسهل عليك. تخطب ود اسبانيا، الله يسهل عليك. المغرب لا يمارس عليك الوصايه، وانت كتعرف شنو هي المؤسسة الملكية العريقة، وشنو هو التاريخ المغربي المجيد العريق، وشنو هو العلاقة اللي كتجمع بين جلالة الملك وبين العرش والشعب. باش نذكرك بهذه الملاحم، ولا بغيتي تذكر شوف المسيرة الخضراء في 75 اش كان. وهذيك المسيرة الخضراء ديما كتكرر عندنا حنا، ديما حنا عندنا مسيرات خضراوات. لا في العهد الملوك العباقرة اللي دائما كيأسوا لواحد المنطقة، تقول هذا السيد علاش كيهضر، ربما مصيفطوا شي واحد كيهضر، ما مصيفطني حتى شي واحد، انا كنهضر بقناعاتي الشخصيه كاكاديمي وكفاعل سياسي وكمحلل سياسي وكمؤمن بالقضايا العربيه وكذلك العربيه والاسلاميه والوطنيه كذلك. الصحراء مغربيه وستظل مغربيه الى ان يرث الله والارض وما عليهما. ما تنساش لان كنا معبئين، راه الشعب المغربي معبأ من طنجه الى القويره وراء جلاله الملك، وكانت سوابق، كنتي كتقرا مزيان، كنتي كتراجع الدروس ديالك السيد الرئيس، لانك ترجع شنو داروا لكم المنتخبون من الاقاليم الجنوبيه العزيزه في الامم المتحده في مجلس الامن في اللجنه الرابعه. ما تنساوش هذوك الدروس تاع هذوك الناس، راهما نايضين كيدفعهم شي حد يقول له سير قول داكشي. اي قناعات الاخ، هذه قناعات. حتى واحد المساله اخرى ازالت حفيظتي مع الاسف، واش انت كتقول واحد الصوت ديال رئيس دوله اللي خصو يحترم راسو، ان هما البوليزاريو يطلبوا منك السلاح وما بغيتش تعطيهم؟ لا حول ولا قوه الا. اش من سلاح؟ اش من سلاح كتهضر عليها السي تبون؟ اش من سلاح؟
راه عيب عليك أنك تتحدث بهذه اللغة الجوفاء العميقة العقيمة، لكي لا أقول عميقة، عقيمة، فهي عقيمة، هذا عقم، عقم في الفكر، عقم في في البنية المعرفية ديال التاريخ. وشو غير حنا الاستعمار الفرنسي شحال بقى، وشو الاستعمار شحال بقى عندك لولا المغاربة. هذه أولا. وشوف كذلك المنطقة العازلة، قرا شي شوية، قرا شي شوية، قرا شي شوية، راه أنه راه مشكل أن تبني قصرا فوق أرضك لمن يسمون أو تسمونهم بقيادة البوليزاريوية أو القيادة الإرهابية الانفصالية. هذاك شغلك أنت، قابل على راسك دير خلية انفصالية وإرهابية، والمجتمع الدولي كله غيعاقبك، كون أكيد. وراه جاي واحد الوقت فين غيطالبك المجتمع الدولي بإزالة هذاك المسخ، المسخ الجغرافي والمسخ الدبلوماسي والمسخ المؤسسي اللي ابتليتي به الدولة ديالك وابتلت به قبل ذلك المؤسسة العسكرية الجزائرية. بالتالي فقرأ على المؤسسة العسكرية المغربية وقرأ على الجنرالات المغرب، سول شن قريحة، راه كيعرف مزيان هذا الشيء، خاصة في حرب الرمال راه كيعرف هذا الشيء، يعرف باش ما نذكروش بالتاريخ، راه كيعرف مزيان هذا الشيء. لانك انت مادام انك كتقول اللغه ديال التهديد والوعيد، حنا كنجاوبوك. عشان القريحه يعرفوا جيدا شكون هي المؤسسه العسكريه المغربيه. بالتالي فهاد المغالطات وهاد الكذوب وهذا الضلال كان من بالاحرى من الرئيس الجزائري المحترم، لانه يتحدث على المصالحه وعلى نسيان الماضي، وعلى كذلك الدفع قدما بالعلاقات المغاربيه، ولانك انت اول واحد محتاج لهذا الشيء. انت كتضرب على منفذ الاطلسي، قلنا لك اسيدي مرحبا بك، شنو المشكل؟ غير جي مرحبا، وجي تخدم على راسك، ماشي تسلط على واحد المنطقه ماشي ديالك. شكون اللي باغي يتوسع؟ واش حنا ولا انت؟ انت والمؤسسه العسكريه من يريدون التوسع. هذاك توسع ما بعده توسع، ما عندكش واجهه أطلسية وتريد منفذا، حاولت في جميع الجهات ولم تنجح. وباش تقول موريتانيا، بعاد على موريتانيا، موريتانيا راك عارف اش كان يوقع فيها مؤخرا، ما بقاش نذكرك وشكون اللي كان باغي يدير داكشي. ولا اعتقد على ان موريتانيا لا تعرفك جيدا. الموريتانيون والقياده الموريتانيه المحترمه يعرفون من هي الجزائر، وكيعرفوا شكون هي المؤسسه العسكريه الجزائريه. باش ما نعاودش نذكرك باننا قد ابتلونا بجار السوء. اما انا مازال ما نذكروش بهذا التاريخ المريض اللي مع الاسف فيه التراكمات وفيه الكذوب وفيه الضلال. وعلى هذا الاساس نقول على ان الرئيس الجزائري خصو بعدا اولا يضمن الامن داخليا، وبعد من مالي وبعد من النيجر ومشاكل عويصه السي تبون ورطتك فيها المؤسسة العسكرية الجزائرية، وسيسجل تاريخك وتاريخ مؤسستك العسكرية الحاضنة لك بمداد من دم. إن ما كناش نتمناو للشعب الجزائري أنه يعيش هذه المرحلة. وباش نقول لك راه كاين دراسات نقدر نحيل لك عليها إلى بغيتيها، كتهضر على التنمية الجزائرية. مع الأسف راه حنا كمغرب خصك تعرف شحال من سنة ضوئية سابقينك. ربما هذا هو بيت القصيد. حنا ما عندنا غاز، ما عندنا بترول، ما عندنا، الحمد لله كاين مؤشرات اللي هي كتبشر بالخير، كل شيء من عند الله عز وجل، هذه خيرات ديال الله عز وجل. ولكن الحمد لله عندنا الله عز وجل فوقنا، وعندنا الملكية، الملكية الضامنة لسير المؤسسات. راه الحمد لله على الملكية باش نقولوها بصوت مرتفع. والحمد لله على الشعب المغربي اللي ما كينساش التاريخ ديالو. بغيتوا تطمسوا الهوية وحاولتوا حق جمهورية الريف، اودي الله يهديك، بعد لا يضربك الضوء. انا تنقولها لك من هذا الباب، لانه انك تحاول التدخل في الشؤون الداخليه و ديال الدول، كتقول انا ما كندير والو، بحال هذاك اللي كيقول لك ضربني وبكى وسبقني وشكى. راه انتم دائما من الشكائين، كتشكيو ممن يقدمون الشكايه الكيديه، ومع الاسف كل شيء عاقبكم. لانه حتى الغوتيريس وحتى رؤساء الدول، حاولتوا مع روسيا، حاولتوا مع فرنسا، حاولتوا مع اسبانيا، حاولتوا مع
الاخوان الليبيين ما خليتهم ما درتوا. برلين الاولى رونتوها مع المانيا وما نجحتوش برلين الثانيه، استدعي لها المغرب. وحاولتوا بالاستضافه ديال الرموز الليبيه، شغلك هذاك. وجاوا الاخوه والاشقاء الليبيين للسخيرات وبوزنيقه وغير ذلك. حنا كنعطيو الاشارات الكبرى على اننا كنساهموا ملكا وشعبا في استقرار المنطقه، وانتم مع الاسف راه كل شيء عارفكم ما تقومون به في تونس مع الاسف، وما تقومون به في ليبيا مع الاسف، وكذلك اطماعكم في موريتانيا مع الاسف، باش نكونوا واضحين. لانه غير فتوا دول مجلس التعاون الخليجي، رجعتوا عاوتاني للتطبيع ورجعتوا لبناء علاقه اخرى معاديه للمغرب. راه المشكل الخطير جدا وانكم ما كتبنيوش مبادرات. يتعلموا الانسان الا ما كيعرفش يتعلم. حاولتوا انكم تستنسخوا مجموعه المشاريع في افريقيا ما نجحتش. حاولتوا تعكروا صفوا العلاقات، راكم عارفين غينيا وغيرها ما استطعتيش السي تبون. بالتالي الانسان اللي كيسقط بزاف خاصو في اخر المطاف تيقول انا علاش ما كنراجعش دروسي مزيان. بالتالي انا اقول لك من هذا الباب، الا بغيتي تنجح وتنجح البنيه ديالك الداخليه وتديها في راسك وتحفظ مزيان، حفظ مزيان وتشوف شي معلم مزيان اللي يقريك. وإلا بغيتي المعلم راه المغرب هو المعلم، غادي يعلمك بكل اريحيه ويعلمك بكل احترام وبكل تقدير. حنا دائما تنقولوها حنا مع السلم. وهذاك التهديدات الخاويه انني راه ما نعطي السلاح، اعطي السلاح الا قديتي تعطي السلاح، شغالاتك هذاك لا يهم بلا ما بقى تقولها. انه اللي كيبغي يدير الشر ما تيقولوش. نكونوا واضحين ونقولوا على اننا امام واحد البنيه تاريخيه مهترئه مع الاسف. ما كنا نتمنى للشعب الجزائري ان يصل به العسكر وعبره ذنبه التبوني الذي يعتى في الارض، لا اقول فسادا ولكن كذبا وضلالا وترهات ما عندها لا قيمه. كتضحك فيك الشعب، وكتضحك فيك الاقليم، وكتضحك فيك القاره، وكتضحك فيك العالم. استقبل سيدي الجنرالات، استقبل سيدي المؤسسات العسكريه، عيط على من ما بغيتي. ولكن باش نقول لك المغرب راه ما كيخاف من حد. هذه راه واضحه اللي ملي كنا قلنا لفرنسا الحليف الاستراتيجي الان للمغرب وتقليديا للمغرب، كنا قلنا لا انت ما قديتيش تقول لا. ملي قلنا الاسبانيا لا ما قديتيش انت تقول لا. مني جا الاعتراف الامريكي الرئاسي بمغربيه الصحراء حاولتي في الاداره السابقه انك تعكر الصوب ما نجحتيش. كذلك حاولتي في تونس وفي ليبيا والان دابا في موريتانيا ما غتنجحش. تنقول على ان حان الوقت لنقد الذات. كاين كتيبات ديال نقد الذات نقدروا نتواصلوا كباحثين وكاكاديميين مع مجموعه ديال الفرقاء والاخوان الجزائريين اللي كنكنوا لهم كل احترام، جامعيين محنكين. وحبذا نقول لك على انه حان الوقت للافراج عن المعتقلين السياسيين. نقول لك استئصال نجيب لك سميات اخرين. الله يهدي ما خلق. وكذلك الغاضبون وكذلك المغتربون خليهم يرجعوا لبلادهم وبني بلادك، لان بلادك باقه. واحد قلت لك راه فاتك الدول ب 50 سنه ضوئيه. انا نقول لك غير 50 سنه ضوئيه، هذا هو التقرير. كنتش باغي نقول لك العدد ولكن انا نقول 50 سنه ضوئيه باش فاتك دول الجوار. وبالتالي كنقولها بعلو صوت على ان ما ورد من مغالطات في التصريح اللي قدمه الرئيس الجزائري. انا اسمح لي نقولها لك، انا واخا نقول هذه المغالطات انا نحترموا الاشخاص وما عمرنا نقولوا الاشياء الاخرى المسكوت عنها. حياتك الشخصيه وحياه شنقريحه الشخصيه وداك الشيء شغالاتكم، حنا ما ندخلوش في داك الشيء. كنقولوا انه اذا تم المساس ببلدنا بما هو مكذوب سنواجه بالفكر وبالمعرفه ونقول الحقيقه للرأي العام الوطني والعربي والإقليمي والدولي. ما تكونش غلط، هادشي كلشي يترجم. الناس راه دابا الذكاء الاصطناعي راه هو غزا العالم. كنحيلك على انك خصك شويه تنخرط في هذه الديناميه، وان الناس تقرا جميع الاخبار وتصنت لجميع الفيديوهات وتصنت لجميع البرامج. لان العالم الان ماشي قريه صغيره، هي اكثر من قريه صغيره. الذي اصبح يطلع على كل الحيثيات المرتبطه بالعالم، لان التواصل أصبح ميسرا ومبسطا. وبالتالي تنقول لك بهذا الباب وفي هذا اليوم يوم الجمعة الله يهديك
والله يهدي شن قريحة اللي يسول لك السوء، وارجع الله، ارجع الله، ارجع الله، وكفى من الثقة الزائدة في النفس. لأنه ملي كنقولوا شي حويجات ربما حنا ما قادينش عليهم وتنقولوهم العيان، أنا كنقول لك من هذا الباب إلا بغيت دير شي حاجة بلا ما تبقى تقولها المرة الألف، الله يبارك، دير إلا قديتي دير دير. ولأن المغرب قاد بصواريه وقاد بشغالاته، ولأن المغرب عنده رب يحميه، وعنده ملك يحميه، وعنده شعب يحميه، ومؤسسة عسكرية تحميه. باش نكونوا واضحين، ولأن هذيك الشبيحة أنا أقولها، وأنا ذاك الميليشيا اللي كتحتضن فوق الأرض ديالك وفوق بلادك، كنقولها لك دائما، كنقولها دائما في البرامج ديالي، حنا ما كنخافوش نقولوا الحقيقة. لأنه أنا ضد اللي يعير الناس، ما نعيرش الناس، ولكن كنقول الحقيقة أنه خصك تخاف منهم. راه واحد اليوم من الأيام يقدروا ينقلبوا عليك، وهذا الانقلاب راه ولا بدا دابا في هذه الآونة الأخيرة، وليتو كتسلخوا الناس جهارا. داكشي اللي كنتو كديروه في السر وليتو كديروه في العلن. راه الصور غازية لمواقع التواصل الاجتماعي، الا بغيتو نصيفط لكم هاد الصور، صور فيها التعذيب والتنكيل ببني آدم، البشر، من البشر بحالك بحالو، كتشدوه كتعطيو العصا وتدكلوه، الاغتصابات وسرقة المساعدات والتنكيل بالشيوخ، وكتجيبوا بعض الكراكيزات اللي هما كيقولوا انهم منشقون على النظام المغربي، ويمشيو يزوروا داك القفار وداك الخلاء وداك الوضع المشين، ويقولوا على انها التنميه. راه كان احد ما يسمون انفسهم معارضون خارج بلا ما نسميه لانه لا يستحق حتى التسميه، سول بعض الاخوات القابعات في المعتقل، ما نقولوش تا غوانتانامو بزاف عليكم. غوانتانامو راه دابا الان في اطار الحل، وفي اطار كذلك التدبير المرتبط بالطي النهائي، او هذاك البؤره الارهابيه، على ان قالت له الا بغيتي تصري عطيني دينيرو، واش تعطيني الفلوس صافي. باش نكونوا واضحين، ما بقاوش نكذبوا على الناس، خليوا الناس تعيشوا في امن واطمئنان وسلام، وديوها في التنميه ديالكم، وغتلقاو المغرب معينا. المغرب دائما عمرو يتنكر شي حد، المغرب دائما يدافع عن ارضه، ويدافع عن شعبه ملكا وشعبا، دائما في شكل موحد. والتعبئه راه كاينه، باش تنقولها لك، راه المغاربه من طنجه الى القويره باش تكون في راسك، راه كلهم عارفين شنو هي الصحراء المغربيه، او جغرافيا الصحراء الغربيه. دوك نتوما كتقولوا غربيه، راه هي جغرافيا غربيه، ونبقى نقولوها ما عندنا اشكال، وتنقولوها بعلو صوت، على انه حان الوقت باش ترجعوا للرشد ديالكم. وإلا كنتي كتقول على الشعب المغربي انك بغيتيه يتطور العلاقه وكذا، فلتكف عن غيك وترجع الى رشدك في هذا اليوم الاغر، يوم الجمعه. اعزائي عزيزاتي، من طنجه الى القويره بصحرائنا المغربيه، بصحرائنا الغربيه جغرافيا، اشكركم جزيل الشكر على المتابعه، واشكر كذلك الاشقاء المتعاطفين من جميع الاقطار العربيه والاسلاميه والدوليه، المتتبعين لهذا الحدث الشنيع الذي يقوم من خلاله الرئيس الجزائري تبون بمعية وبإشراف المؤسسة العسكرية الجزائرية بتسويق المغالطات والأكاذيب، وكذلك بالترهيب مرة والترغيب مرة أخرى. أضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل في تيمة أخرى في برنامجكم الأسبوعي الحصاد السياسي. إلى ذلكم أترككم إن شاء الله في أمن وأمان، وشعارنا الله الخالد، الله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة مباركة.